عليكم. ماتش كالعادة باهت من الزمالك. ماتش طلع بلاوي كتير من الفرقة. أثبت إن في مشكلة كبيرة في فرقة الزمالك، في جمعية الزمالك. أنت النهاردة كان عندك ماتش من أسهل الماتشات، والظروف كلها خدمتك إن أنت تطلع اللي عندك. بس الفرقة ما كانتش متماسكة بطريقة كويسة. آه، يعني الخلل باين وواضح إن الزمالك بيلعب كرة فقيرة، فقيرة جدا. آه، 90% من اللعيبة مش في مستواها. مفيش جماعية في الأداء، مفيش انسجام، مفيش روح، باستثناء اتنين تلاتة من اللعيبة. النهاردة الزمالك بدأ الماتش بالطريقة المعتادة اللي بيلعب بيها آخر فترة. يعني دي مش طريقة الزمالك اللي بيلعب بيها دايما، بس آخر فترة الزمالك كان بيلعب بالطريقة دي، وطريقة برضو مش مفهومة. يعني انت ليه بتلعب بالطريقة دي؟ انت ليه بتلعب بالطريقة دي؟ الطريقة دي مش تمشي مع إمكانيات لعبتك. انت لعبتك بتتدفى او بتدارى باللغة بتاعتنا وسط بعض، بس اللعبة بتاعتك مش كويسة حاليا. يعني السنة اللي فاتت انت لما كنت بتلعب بتلاتة كنت اي فرقة بتقدر عليها. دلوقتي انت مش قادر. الاربعة اللي عندك، وفي عندك غيابات كتير، عندك غيابات زي واحد زي الونش. الونش كان بيشيل خط الدفاع لوحده، كان قائد في الخط الخلفي. لكن دلوقتي انت مين قائد في الخط الخلفي؟ يعني هات لي حد قائد في الخط الخلفي. الزمالك بدأ بعواد والمسلوسي ناحية الشمال، حاجة مش فاهمها. حسام عبد المجيد وعبد الغني اللي مستواه وحش جدا وعليه علامة استفهام. آه وعمر جابر اللي لسه راجع من إصابة، اللي مستواه برضو كالعادة محير ومش مفهوم. هل هو شطب كورة، ولا هو في دماغه فيه حاجة تانية، ولا ايه بالظبط، ولا هو توظيفه في المركز ده مش كويس ليه؟ تيجي بقى نص الملعب اللي هي القطامة الكبرى عند الزمالك. الزمالك بيلعب بتلاتة في نص الملعب، بيلعب بدونجا اللي انا ما زلت بقول عليه ان هو لعيب كويس، بس مش اللعيب اللي يخدم الزمالك الفترة دي. الزمالك الفترة دي محتاج لعيب يملى مساحات، يملى مساحات، يملى مساحات. انت عندك اتنين في نص الملعب مش متفاهمين. انت عندك واحد زي عمرو السيسي. عمرو السيسي راجل مش تمانية، راجل مش تمانية، راجل مش هيديلك الدور بتاع تمانية. مش هيروح ويجي على الخط، مش هيروح ويدخل في عمق الملعب ويكمل مع الهجمة. مش بتاعته، ما تعلمهاش، ما عندوش الملكة بتاعتها. امام عاشور انا ما زلت مقتنع ان هو لعيب رتمه بطيء، ولعيب مستهتر، ولعيب، انا مش هتكلم عن خصوصية اللعيب لان اللعيب ده هو حر في حياته، بس ازاي اختار توقيت ان انا ادخل حياتي الشخصية في شغلي؟ فامام عاشور لغز مش مفهوم بالنسبة لي، انا مش فاهمه بصراحة. تيجي بقى الخط اللي قدام، فيرير لعب بتلاتة. يوسف أسامة اللي هو متأثر برحيل والده أعتقد، يعني لأن مش ده مستواه اللي احنا عارفينه. ويجي الطامة الكبرى اللي احنا مقتنعين بيها، سواء هو أو سامسون، يعني سيف الجزيري وزيزو. طبعا الزمالك بدأ الماتش بضغط، والضغط ده أصفر إن احنا جبنا جون أول 5 دقايق. مش نبني عليه، لأ، اللعيبة وقفت. وجه الشوط يعني بعدها ب5 دقايق تاني جالك طرد لفرقة بيراميدز، اللي هي ابتدت تحس ان الجيم خلاص بالنسبه لها خلص. فانت نسيت ان بيراميدز عندها مدرب كبير اسمه باتشيكو، مدرب فعلا الزمالك خسره. الزمالك خسره. الزمالك مجمل الماتش ما عرفش يستغل ضعف بيراميدز اللي غصب عنه في وقت انت اساسا وحش. يعني انت مش قادر تمسك، مش قادر تخلي لعيبتك عندها حمية ان هي تكسب. انا مش فاهم. بيراميدز لعب بالطريقه المعتاده 4-2-3-1 بسبب الطرد اللي حصل لعلي جبر. باتشيكو اضطر يشد عبد الله السعيد عشان يلعب بتلاتة في خط الامامي، ولما الكرة تكون معاه التلاتة يزيدوا، ولما الكرة تكون عليه ينزل عبد الله وابراهيم عادل في نص الملعب عشان يعملوا كثافة. باتشيكو نجح في الكلام ده. وانا مقتنع وما زلت مقتنع ان باتشيكو مدرب كبير. مبروك لبيراميدز، وربنا يستر على الزمالك الفترة الجاية. شكرا.